مساء الفل عليك. هكلمك النهارده عن مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة السابعة، مباراة صعبة. أيمن الرمادي ومارسيل كولر، هنتكلم في حاجات كتير مع بعض. يلا بينا نبدأ. الأهلي وسيراميكا بكرة يوم الأربعاء الساعة 4 في الجولة السابعة. الأهلي وسيراميكا طبعا مذاع على أون سبورت في استاد المقاولين العرب، الاستاد اللي لعب عليه المباراة اللي فاتت بيراميدز وسيراميكا، ونفس الحال برضه مع الأهلي والمقاولين العرب كان على نفس الاستاد. يعني ترتيب النادي الأهلي السابع في الدوري، لعب 3 مباريات كسبهم كلهم برصيد 9 نقط في المركز السابع. أما سيراميكا كليوباترا ففي المركز ال 13، لعب 5 مباريات برصيد 7 نقاط بس، واخر مباراه لعبها النادي الاهلي كسب 2-1 المقاولين. اخر مباراه اللي سيراميكا كسب فيها بيراميدز 2-0. اخر مواجهه جمعت الاهلي وسيراميكا كان الدوري العام الدور اللي فات، الدور الثاني، الاهلي كسب 1-0 بجون حسين الشحات. اخر 5 مواجهات جمعت الاهلي وسيراميكا، الاهلي ما خسرش فيهم ولا مباراه، كان في تعادل ومكسب الاهلي. سيراميكا ما كسبش الاهلي ولا مباراه في اخر 5 مباريات. قائمة النادي الأهلي لمباراة سيراميكا: عودة الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف. على اليمين عندك محمد هاني وأكرم توفيق، الشمال كريم الدبيس، علي معلول مصاب لسه، ومعاك كمان خالد عبد الفتاح. قلب الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كوكا، مروان، وعندنا ديانج، وكمان ممكن نشوف نيدفيد والسولية ممكن يكون موجود، وعندنا كمان إمام عاشور ومحمد مجدي قفشه. على اليمين حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد الضوي كريستو. على الشمال عبد القادر وطاهر، وكمان نضيف ليهم رؤوس حربة صلاح محسن وانتوني بوديست. زي ما انت عارف ان كهربا موقوف 6 مباريات في الدوري العام عشان العقوبة بتاعت نادي الزمالك. التشكيل المتوقع: عودة طبعا الاسد للعرين، محمد الشناوي على اليمين. اتمنى نشوف اكرم توفيق ونروح محمد هاني شويه. على الشمال ما عندكش غير خيار واحد اللي هو كريم الدبيس. رامي ربيعه هيتريح شويه، اتمنى يكون ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. كوكا لازم يفضل زي ما هو بيلعب 6، وديانج وامام عاشور على اليمين، بيرسي تاو على الشمال، حسين الشحات. ولازم حسين الشحات، واقول لك ليه في الشرح بتاع نقط القوه والضعف. ما عندكش غير خيار واحد قدام، انتوني بوديس اللي بدا يقول شويه ولكن لسه منتظرين منه اكتر. دايما ما منتظرناش منه نشوف واحد بقى مهاجم اجنبي في يناير. نقاط القوه والضعف في نادي سيراميكا: هبدا في نقاط القوه. نقاط القوه هكلمك شويه عن ايمن الرمادي. ايمن الرمادي مدرب كويس جدا، صعد اسوان الموسم اللي فات وعمل معاهم نتائج كويسه، وراح كمان الامارات عمل نتائج كويسه. سيراميكا كليوباترا بيمتلك نجوم ولاعيبه كويسه جدا، ابرزهم طبعا محمد السام الحارس اللي بيتالق بس قدام الفرق الكبيره زي النادي الاهلي واي نادي. طبعا بيراميدز الماتش اللي فات شال كور ما تتشالش. وطبعا القندوسي عارض النادي الاهلي، صاحب هدف الاول في مرمى بيراميدز الشوط الاول من المباراه اللي فاتت اللي جمعت بين بيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا. محمد ابراهيم وكمان صديق ايجولا، وطبعا مهاجم قوي جدا جون ايبوكا. ايمن رمادي ممكن تلاقيه بيلعب قدامك مثلا بخطه 4-3-3 او 4-1-4-1 زي ما كان في جزء من مباراه بيراميدز اللي فاتت كان بيتلعب بنفس الطريقه. بيلعب كده، بيقفل الدفاع قدامك ويبدا يهاجم على استحياء كده بالراحه، يهاجم يستغل مرتده. صديق اجولا برضو في ثلث الشوط الاول، في نص الشوط الاول اخترق من ناحيه اليمين، راوغ، سدد، جت في المدافع، ردت للقندوسي. القندوسي هدى الهدف الاول لسيراميكا كليوباترا قدام مين؟ قدام بيراميدز اللي هو مش فريق قليل. نص ملعب سيراميكا كليوباترا قوي جدا بوجود محمد ابراهيم والقندوسي وصديق اجولا، بخلاف فكر ايمن الرمادي اللي هو دايما اخترق، العب على المرتده، وكمان سلاح التسديد. سلاح التسديد سدد كتير جدا بخلاف الهدفين اصلا جم من تسديدات، اختراقهم من صديق اجولا تيجي في المدافع تتردد القندوسي يحطها، تسديده من دقيقه 91 من باك الشمال محمد شكري مش نص الملعب يحطها جون. القندوسي برضه حط واحده بشماله في الشوط الثاني جت في العارضه. تسديد سلاح قوي جدا من اسلحه سيراميكا كليوباترا، بالاضافه الى الكواليتي الكويس بتاع نص الملعب عندهم هجوميا، لكن دفاعيا في مشاكل اللي اكلمك عليها في نقطه ضعف. محمد بسام بيقلب قدامنا احنا نوير قدام الفرق الكبيره وخاصه الاهلي، وقدام اي فرق تاني تلاقي رباط بلد. يعني امبارح مثلا من كام يوم لما لعب سيراميكا كليوباترا وبيراميدز شايل اكتر من جون ما يتشالش. هحط لك صورهم دلوقتي تشوفهم معايا. اكتر من جون ما يتشالش شالها محمد بسام بكل براعه وزاد على مرماه، وكمان طلع بكلين شيت شباك نظيفه. حاجه كمان هي جون ايبوكا ما ظهرش بالمستوى اللي كان ظاهر معاه مع انبي، عشان فكره ايمن الرمادي ان هو يدافع ويلعب على المرتدات ما يلعبش على الراسيات. ولكن خد بالك لو جون ايبوكا مسك اي مرتده ولعب على الراسيات وسدد كويس جدا، مهاجم غلس بلغه الكوره، تقيل على اي دفاع، يقدر يهدف في اي لحظه، فلازم تاخد بالك منه يدفع الاهلي. سلاح التسديد سلاح موجود، وايمن الرمادي بيقولوا لاي فريق بيلعب قدامه سيراميكا كليوباترا.
اخر حاجه زي ما قلت لك، هو فكره ايمن الرمادي ممكن يكون تقسيم المباراه، يبدا دفاعي وبعدين ايه لو لسه النتيجه معصلجه ممكن يبدا في اول الشوط الثاني يبلتك ويمسك الملعب من نص الملعب، بدل ما كان سايب لك استحواذ يمسكه ويبدا هو يهاجم ويبدا كمان يلعب الاطراف بتاعته، ويدي كمان اشاره بالتسديد زي ما قلت لك. هكلمك دلوقتي عن نقاط الضعف. هحط لك شويه صور دلوقتي، ركز معايا في اللي هقول لك عن نقاط الضعف. في مساحه موجوده ورا الباك اليمين بتاعهم اللي هو اسمه احمد هاني، مساحه سهله لاي حد جناح، وخاصه حسين الشحات يلعب ناحيه احمد هاني، هي الشمال بتاعتنا، اليمين بتاعت سيراميكا كليوباترا. في مساحه موجوده ازاي؟ في مساحه ما بين الباك اليمين والمدافع اليمين اللي جنبه. المساحه دي هو بيتقدم ما بيقدرش يرجع، عندهم بطء في الارتداد الدفاعي، المساحه دي لازم تتخلق، امام عاشور يديله سروهات لحسين الشحات يقطم ويشوط، او يشوط على طول ايا كان الوسيله يعملها، اي كره بالعرض هتيجي جول، لان دي حته ثانيه. المساحه من خط الدفاع وخط النص في مساحه يعني لو اي حد قدر يسبق خط والوسط في المنطقه الفاضيه من الوسط والدفاع ويسدد، هتبقى جول 100%. فريق سيراميكا كليوباترا زي ما قلت لك هو عنده مميزات هجوميه، وجود محمد ابراهيم وقنوسي وصديق الكوره، لكن دول مش عندهم الحته الدفاعيه، ما تلاقيش مثلا واحد زي كوكا زي مروان زي حمدي، لا ما عندهمش الحته دي، هو موجود ولكن مش بيقدم الكفاءه اللي بكلمك عليها. هي دي الحته، لو قدرنا ان احنا نضغط بديانج وامام وقفشه ويبقى في ضغط مكثف وكومباك وضغط واحده واحده، هيغلطوا، وهتلاقي المساحات اللي بكلمك عليها خلف الباكات وبنص من بين الخطوط مع الكوره، لو هي جايه هجمه عليك هتبقى مرتده خطيره تقدر انت تهدف منها. لازم ناخد بالنا من النقط دي وما نضيعش اهداف، وان شاء الله التوفيق للاهلي، ونتقابل في فيديو جديد بعد نهايه المباراه.